ورجعنا لكم تاني يا شباب وحلقه جديده ويلا فانتسي وتوقعات الجوله ال 26. بس قبل ما نبدا المسابقه اتغيرت طبعا. قلنا لكم تشاركوا معانا يعني الحلقه اللي فاتت. المسابقه اتغيرت، ما بقتش انك انت تتوقع 4 لعيبه. انتظرونا في اخر الحلقه هقول لكم بالظبط ايه هي المسابقه الجديده. تابعوا. ونبتدي بحراسه المرمى معانا النهارده. اول واحد هو شمايكل، طبعا كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي. عنده يعني الفترة اللي فاتت متألق، بيجيب كلين شيتس، حتى نجح ان هو يحافظ يعني على نظافة شباكه ضد تشيلسي والماتش خلص 0-0. بنراهن الاسبوع ده على شمايكل، وبقول لك يعني شمايكل عنده 3 كلين شيت في اخر 4 ماتشات. هو يعني هيلعبوا سوانزي، سعره 5، حارس كويس ممكن تجيبه، ممكن يطلع بكلين شيت ان شاء الله الماتش الجاي. وخط الدفاع النهارده معانا يعني زينشينكو طبعا، يعني الباك الشمال بتاع مانشستر سيتي. طبعا بعد اصابه ديلف واصابه مندي مفيش حل لجوارديولا غير انه يلعب زينشينكو. هيلعبوا بيرنلي، فرصة يعني بيرنلي هجومهم على قده خالص، ممكن زينشينكو يطلع بكلين شيت، سعره 5، فرصة يعني ممكن تجيبه. هيلعب لسه ديلف، اصابته ما تحددش ميعاد رجوعه، مندي لسه هيرجع يعني في شهر ابريل. هاتوا زينشينكو. تاني واحد معانا من الناحية التانية من مانشستر. طبعا مانشستر اليومين دول يعني والعة معاهم الكلين شيتس. يعني عندنا سمولينج سعره 5 و4، يعني هيلعبوا هادرسفيلد اللي لسه شايلين 3 من ليفربول الاسبوع ده. هاتوا يعني سمولينج برضو ممكن يكون يعني بديل كويس. لو جونز غالي او دخيا غالي ممكن تلجأ طبعا لسمولينج. ويعني خط النص معانا النهارده بوجبا. طبعا بوجبا سعره 8، انفورم بوجبا 10 اسيستس، مع ان هو ما لعبش كتير، يعني لعيب بيقتنص الفرص. هو عندي انا شخصيا هيلعبوا هادرسفيلد زي ما قلنا. ممكن مانشستر يعني قصاد الفرق الضعيفه اليومين دول بيبقى يعني بيبهدلهم بضغط وبيشوطوا وبيجيبوا جوال وبيكسبوا بسكور. هات بوجبا. تاني واحد طبعا معانا في خط النص ماني ممكن يكون الاسم غريب شويه، وخصوصا ان هم هيلعبوا توتنهام ديربي كبير. بس ماني بفكرك ان هو دايما بيتالق في الماتشات الكبيره. شفناه قصاد مانشستر سيتي يعني كان مولعها، يعني مكان كوتينيو جاب جول رهيب، كانت شوطه من بره منطقه الجزاء حطها في ال90 شمع الجون، ما كانش له حل. هات ماني يعني شو شغال شويه اليومين دول، جاب 6 نقط الماتش اللي فات ضد هادرسفيلد، عمل اسيست، ممكن كمان يعمل حاجه، خصوصا ان ليفربول هينزل يعني متعصب جدا عشان الهزيمه اللي اتغلبوها 4-1 يعني ضد توتنهام. طبعا كانت مباراه مذله جدا لليفربول. خط الهجوم معانا طبعا بنتكي سعره 7 و6. غريب طبعا اسم بنتكي، بس بنتكي يعني اسمه اليومين دول ممكن يكون من الاسماء القويه جدا، خصوصا ان هو من ساعه ما بداوا السنه ويعني شغال حلو. جاب 8 نقط الماتش اللي فات، جاب هدف، خد عليه بونص، جاب 5 الماتش اللي قبله و5 اللي قبله و5 اللي قبله. الراجل شغال بعد ما كان يعني فضل وقت طويل جدا بتاع 6-7 شهور ما بيجيبش جوال. جاب جون يعني في الموسم يعني كان صعب قوي، لا بس هو اليومين دول شغال بيجيب نقط. يعني هيلعبوا نيوكاسل، فرصه بنتكي ممكن يبقى فارق، خصوصا ان هو مش عند ناس كتير فممكن يفرق معاك الجوله دي. تاني واحد معانا ويلسون سعره 5 و8، اتكلمنا عليه زمان. يعني اليومين دول طبعا هو لوحده في هجوم بورنموث. هيلعبوا ستوك سيتي اللي هي اقل فرقه جابت كلين شيت في الدوري الانجليزي كله، عندهم 3 كلين شيتس بس. يعني كمان ويلسون هيبقى مفيد جدا، عندهم 3 ماتشات سهله الفتره الجايه، ممكن يكون يعني مميز جدا في تشكيلتك.
اما عن خيارات الكابتنه فممكن تكابتن بوجبا. طبعا اتكلمنا عن بوجبا في الفيديو. ماتش هادرسفيلد ممكن يبقى فرصه لمانشستر ان هم يكسبوا سكور. ممكن تكابتن اجويرو. طبعا اجويرو سنه 2018 سنه سعيده جدا على اجويرو، شغال ان شاء الله يعني ما بيهداش. ممكن تكابتنه. طبعا هازارد من الاسماء القويه جدا المطروحه انك انت تكابتنه، خصوصا ان عندهم ماتش سهل ان شاء الله الاسبوع ال 26. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. طبعا انتم مستنيين اول مسابقه جديده. المسابقه الجديده عباره عن انك انت هتتوقع 4 ماتشات، ماتشين فوز لفرقه يعني وماتشين تعادل يعني، ولو توقعت صح هتكسب معانا كارت شحن ب20. انتظرونا الحلقه الجايه مع يلا فانتسي.